ماشي، يعني انت بتحاول تقنعني بقطع الفudge اللي انت حاططها، بس الايس كريم مدهن بزياده، دي كده كانك بتاكل حاجه رخويه. ايوه كلام. السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض اليوم مفتوح. معكم محمد مجدي اي كي ذا فليكس كينج اون انستجرام. هل الايس كريم النباتي او البلانت بيزد اللي ما فيهوش اي منتجات البان لذيذ ولا لا؟ يلا بينا. اول نوع معانا من شركه هيكاني جيلاتو الفونسو مانجو، ده انتاج يونايتد كينجدوم. ده بلانت بيزد او فيجن، مكتوب عليه جريت تيست. النيوتريشن فاكت اللي فيه ال 100 جرام منه فيها 115 كالوري، 0.3 جرام فات، كربوهيدرات 27.3، في سكر 23 جرام، والبروتين 0.4، والسالت 0.08 جرام. خلينا نفتحه ونشوف هل الايس كريم البلانت بيزد فيجن المانجا لذيذ ولا لا. هو انا ده متوقع ان هو ممكن يكون زي السوربي اللي هو معمول من فاكهة. هما كاتبين المحتويات او المكونات: مانجو الفونسو بنسبة 38%، سكر عنب، جلوكوز ومثبتات، عصير ليمون. خلينا نفتحه وندوق ونشوف عامل ازاي. ده شكله. بسم الله. طعم مانجا كأنه عصير مانجا متجمد. انا جربت انواع سوربيه كتير، كنت لما تيجي تاكلها تحس ان هي عباره عن تلج مجروش او تلج مخلوط مع العصير، بس دي تحس ان انت بتاكل مانجا متجمده مفوق، يعني مفيش احساس التلج او طعم او خشونه التلج فيه، لا بالعكس، ده هو يعني سموث خالص بيطلع في المعلقه. المانجا الالفونسو لذيذ. نروح اللي بعده. تاني نوع معانا من نفس الشركة بس المرة دي على ريسبيري، ده الانتاج برضو يو كي. ده ال 100 جرام فيها 119 كالوري، 0.2 فات، الفات اقل، 28 جرام كربوهيدرات اكتر منها، 25 جرام سكر، بروتين 0.5، والسولت الملح 0.02 جرام، فده نسبة الملح فيها اقل، وبرضو بلانت بيزد. وغالبا الفواكه اللي هي بتبقى فيجن او بلانت بيز دي غالبا بتبقى سوربي اللي هي عصير مع تلج. فده التاني كان المانجا 38%، ده توت عليق مهروس بنسبة 41%، وبرده سكر وسكر عنب وجلوكوز ومثبتات وعصير ليمون. فخلينا نشوف طعم الريزبيري عامل ازاي. ريحته ريزبيري، ده شكله. خلينا ندوق طعمه ونشوف طعمه عامل ازاي. بسم الله. مع ان ده المفروض السكر فيه اكتر شويه من المانجا، بس ده طعم مزازه التوت فيه باين، حتى بذر التوت موجود، فواضح ان هو من عصير يعني، فده رائع. ده جامد جدا. اللي بيحب التوت من الاخر. نروح اللي بعده. طيب خلصنا النوعين الفاكهة اللي كانوا معانا المرة دي. ده على دارك شوكولات من نفس الشركة. ده مكوناته مية وسكر، سكر عنب، شوكولاتة داكنة بلجيكية بنسبة 7%، مسحوق كاكاو قليل الدسم، ومسحوق كاكاو صافي. ده يعني شوكولاتة مش هيبقى فيها حليب، هل طعمها بيبقى عامل ازاي ده مش عارف. ده 170 كالوري في ال 100 جرام، الدهون 4 جرام، كربوهيدرات 30 منها 30 سكر، بروتين فيه 2، والسالت 0.25 جرام. فده النيوتريشن بتاعته اعلى من الاثنين اللي فاتوا. دايما الفاكهه طبعا هتبقى اقل. بس خلينا نشوف الدارك شوكولات بلانت بيزد من غير حليب ده هيبقى طعمه عامل ازاي. يعني انا لما جبته ده ما كنتش متخيل يطلع عامل ازاي. خلينا نشوف. سودا يعني دارك. نجرب. ملوش ريحه. اوكي يعني، وانت بتطلعه في المعلقه كده تحس ان انت غرفت في برطمان نوتيلا. ده قوي ده. طب ده بالنسبة لي أقوى من أي آيس كريم شوكولات تاني، لأن ده بجد طعم الشوكولاتة واضح بشكل رهيب، يمكن أحلى من إن أنت تجيبه شوكولاتة بالحليب. كاتبين دارك شوكولات فتوقعت إن هو ممكن يكون مر، لا بالعكس، مفيش المرارة بتاعة الدارك شوكولات، ممكن تكون مرارة خفيفة جدا، بس طعم الشوكولاتة اللي فيه رهيب يعني. من إيه ده؟
ده قوي جدا. نروح اللي بعده. طيب نيجي بعد كده النوع اللي معانا من شركة جودز، برضه انتاج يو كي، ده بالسلطة كراميل. انا واحد من الناس اللي بعشق السلطة كراميل في اي حاجة عموما بشكل عام، بس ان انا اكل ايس كريم سلطة كراميل فيجن دي بالنسبة لي جديدة. انا جربت جودز في اكتر من فليفور تانية قبل كده، بس الفيجن ده مجربتوش. ده برضه انتاج المملكة المتحدة. المكونات ايس كريم نباتي بالكراميل المالح مع السكر المحليات، كراميل مالح مموج وقطع شمع العسل. اوكي. ماء، حليب جوز هند، ما هو لازم يعادله، فحط حليب نباتي، سلطة الكراميل المملح بنسبة 7%، وشراب الفركتوز ده أقل واحد فيهم في اللي كل اللي جربناهم النهاردة، 99 كالوري في ال 100 جرام، الفات 2.9، كربوهيدرات 18 جرام منها 12 جرام سكر، والبروتين 0.8 والسالت 0.7، ده يمكن أقل من اللي فاتوا شوية. Congratulations, you have just made the best decision of your day. حلوة الكوتس دي. اوكي، نشوف هل فعلا هو ذا بيست ديسيشن ولا لا. ريحته سلطة كراميل، ده شكله. بسم الله. اوه، ده انعم واحد فيهم كلهم. بسم الله. هو الايس كريم هش بالزياده، تحس ان هو فاضي، يعني فاضي في البق كده، يعني مفيش حته السموثنس او النعومه او الكريمينس ان هو يبقى كريمي كده في بقك، دي مش موجوده خالص. دي كده كانك بتاكل حاجه رخويه. لا، ده هو سلطة الكراميل، مش هروح للنباتي. ام سوري، خيشت منكم يا جوديز دي المره دي. نروح اللي بعده. طيب النوع اللي بعده من شركة بلانت بايونير، برضو سلطة كراميل، بس ده وانتاج برضو يو كي، بس ده مفهوش حليب جوز هند. ده ايس كريم نباتي بنكهة كراميل المالح 88%، ماء وسكر وزيت جوز هند والياف ذرة وبروتين ودقيق شوفان. بس ده بقى النيتريشن فاكت بتاعته عالية شوية. ال 100 جرام فيه 237 كالوري، منهم 13 جرام فات، 27 جرام كربوهيدرات، منهم 26 جرام سكر، بروتين 0.8 والسولت 0.45 جرام. هل ده ظبط السلطة كراميل عن جودز ولا لا؟ مع الكالوريز الكتيرة دي اتمنى ان هو يكون ظبطه. اوكي، ده لونه اغمق بكتير من اللي فات، ده تحس ان هو سلطة كراميل، ريحته عاطية على سلطة كراميل. ندوق. اوكي، ده تقيل. ايوه كام. اوكي. ده جامد، يعني هو غالبا ممكن دي الشوفان اللي محطوط فيه ده ظبط التكتشر بتاعه، لان ده مره كريمي، طعم سلطه كراميل مظبوط جدا فيه. الغريب ان هو عاطيني احساس الايس كريم العادي اللي هو بيبقى فيه حليب او كريمه ومفهوش. ده شيء قوي للناس اللي هي، ده مشكله مع منتجات الالبان. ده جامد جامد. فبلانت بايونير ظبطوا سلطه كراميل. نروح اللي بعده. اخر نوع معانا من شركة اوبن ناتشورال، ده الموند نان دايري فروزن ديزرت فادج براوني بلانت بيز، ده انتاج امريكا، ده الوحيد اللي مش يو كي. الاستاذ ده في ال 100 جرام او 107 جرام فيها 220 كالوري، الفات 12 جرام، والصوديوم الكارب 26 جرام، بروتين 3 جرام، صوديوم 70 مللي جرام اللي هو 0.7 يعني. بس ده مش عارف، انا حاسس ان هو تلج، يعني يا اما العلبه الجامده يا اما ان هو كله تلج. بس ده المون بيست، يعني عجينه اللوز شوجر وتروبيكا سيرب وفادج بيسز. ده يا ترى عامل ازاي؟ ده شكله. لا، ظلمته من بره ويبان ان هو تلج، بس هي عشان العلبه بلاستيك فهو مش تلج ولا حاجه. بسم الله. ماشي، يعني انت بتحاول تقنعني بقطع الفudge اللي انت حاططها
بس الايس كريم مدهن بزياده، التكشر بتاعه غريب جدا، ولا كريمي ولا هش، حاجه كده غريبه يعني، وتحس ان هو مدهن يعني في الفم كده، تحس ان هو في طعم، في نكهه زيت كده ومدهن، فلا ده خيش. طيب دي كانت تجربتنا النهارده من وجهة نظري الشخصية. لو انت عندك مشكلة في مع منتجات الألبان، أو عندك حساسية مثلا من اللاكتوز، فالآيس كريم النباتي أوبشن ممتاز، هيديك نفس التجربة بتاعت الآيس كريم العادي. لو رحت الحاجات اللي هي الفواكه دي، كأنك بتشرب عصير فاكهة مجمد. الأنواع التانية أنت حظك بقى، في أنا شفت قبل كده فانيليا ما كانش ليها أي طعم، كانت حاجة غريبة جدا. بس مثلا سلطة الكراميل بتاع بلاد بانير ده كان حاجة رائعة جدا. الدارك شوكليت بتاع هيكني جيلاتو برضو كان رائع جدا. ففي حاجات اوكي، وفي حاجات ممكن تخيش. انا ممكن اجيبهم تاني، ممكن اجيبهم تاني، لان هي كالوريز فيها اقل بكتير، نيوتريشن فاكت لحد ما معقوله عن الايس كريم العادي. برضو منتجات الحليب كترتها برضو ساعات بتنفخ الجسم، لا ده اوبشن ممتاز. وبس والله، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، انشر الفيديو على كل السوشيال ميديا على الاقل واحد من صحابك، واشوفكم المره الجايه مع تجربه جديده وعرض اليوم مفتوح. بيس.